والله تصدق بالله عاوز الاقي لك حلقه كده، لان كل حاجه مايله، الكاميرا مايله والزمالك مايل وكل حاجه مايله، لكن مش هينفع. تعالى نقول الكاميرا كده بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كمان سنه كده معلش عشان ايه الوضع كده يكون ايه مظبوط. تعالى بقى نتكلم. بص يا صاحبي، لو اول مره تشوفني رد عليا في الكومنتات في بعض الحاجات اللي هسالك فيها دي. مين الغلطان؟ الزمالك، مدرب، اداره، جون ادوارد، لعيبه؟ فين الخلل اللي داخل فينا الزمالك؟ الله اعلم. عاوزك انت بقى ترد عليا في الكومنتات. تعالى نبدا حلقه النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده وحلقه جديده وجايين نتكلم فيها على اخبار النادي الزمالك النهارده، تحليل مباراه الزمالك وبلديه المحله. بص يا سيدي، ما هو انت عاوز تقنعني ان دلوقتي مشكلتك باينه في الملعب انها مشكله فنيه. اركن بقى بانتاج وخلينا نتكلم في المشكله الفنيه اللي واضحه في الملعب. لا ده اداء ولا ده شكل ولا ده مدرب قاعد على الخط هو عارف هو بيطبق فكر ايه. والله اساله كده قول له انت بتلعب بايه، عملت ايه، ازاي شكله ايه قدام، ولا هيجاوب عليك باي حاجه. لان احنا ليه قلت لك قبل كده مشكله استنى بقى عشان الموضوع هيكبر. والله لا يكبر، انا فاضلكم النهارده اقسم بالله لا يكبر. قلت لك مشكله الزمالك مشكله مدرب بحته، وهات مدرب وما تسترخصش، وهات مدرب نضيف، لكن محدش بيسمع الكلام ومشكلتنا باينه في الملعب. حلو. انت بقى الماتش باداء زباله. تعالى نتكلم بقى في الحاجات بقى. ايه يا ونش، ايه يا ونش، ايه ادائك ده يا ونش، ايه يا عم الاداء الخرا ده ولا اداء؟ كل كوره بنعدي منك وانت لا نايم، مش اداء ودي كوره. كل كوره اتفضل عدي. ايه المدافع عايز يعدي؟ عدي يا صاحبي، موضوع عادي. الموضوع عادي زي الفل خالص. تمام. انا عاوز افهم حاجه، هل هي دي مواهب قطاع الناشئين؟ انا عاوز افهم العين بنت الفتاكه اللي اختارت ايشو وهي تجي ايشو ده ولا بالناشئين ده؟ لو ده ناشئين ازاي نبقى الناشئين في خطر، مش في خرا، ده احنا في خطر وخرا. يعني في خطر وخرا اللي بيحصل ده ايشو ده ايه ده؟ يعني اقسم بالله اللي صعده ولا يفهم شيء في كره القدم. يعني يمكن انا عيني فيها مشكله، انا مش شايف اي اداء ولا اي نتيجه. كابتن ناصر المنسي او كابتن ناصر المنسي الاول، كابتن ناصر جماهر، ايه اللي حصل؟ دماغك مش موجوده ليه؟ شباب المنتخب؟ لا اوعى تزعل، قد ما خرا انت هتزعل قد ما اللي جابونا. فانت النهارده ايشو الونش ناصر ماهر ارمي ولا مش اداء. بدل ما ناصر ماهر يقول لهم انا هعرفكم ازاي انا ما استدعلوش للمنتخب واقدم اداء خارق، اقدم اداء خارق واكسب واعمل ازيك قيمه واكسب بدايه 2 3 4. لا بقول لك احنا هنا في الضياع. اللي غيظني بقى اللاعب اللي كنت بطالب برحيله هو اللي بينقذني دلوقتي. ده اللي مضايقني اقسم بالله، ده اللي مضايقني. ناصر منسي اللي كل ما يحصل عليه ضغط واقول خلاص انا في طي النسيان، يجي ناصر منسي يفوقني يقول لك انا موجود، انا ابنكم يا مش هسيبكم يا حبيبي. سبحان الله، امه دعياله في يوم ممطر في ليله الجمعه قالت له يا ابني ربنا يرزقك يا ابني حب الناس ويوفقك وخليها مسهله معاك. وفعلا كل ما الزمالك في موقف صعب ينزل وده يكسب الزمالك. والله مش عارف اقول لك يمشي، والله ما حتى كشكول مش عاجبه الوضع ولا عاجبه الحال. هو كشكول استنى يا عم معلش ما علينا. في بعض المواهب بقى باينه النهارده. السيد اسامه ده يجي منه لعيب ابنى عليه، فاهمني؟ ابنى عليه العابه، لقيته لسه عايز شويه الله عارف ياخد ثقه الدنيا تمشي. محمد حمد لعيب كويس جدا، يعني هدف الكوره بيعرف يطلع، تمريراته كويسه، لعيب كويس. وانس وائل لعيب يعني اتاخر على ما طلع. الواد ده لو طلع من سنه ولا 2 كان ممكن يكون ليه شأن في الكوره المصريه، كان ممكن يكون له شأن، لكن اتاخر بالنسبه له. تعالى بقى وعايزك سؤال واحد. انت راجل في الشارع عدى عليك كابتن حسين لبيب طلع السيجار بتاعه قال لك تيجي تدرب الزمالك، انت بقى هتقول له لا؟ انا كمان اصلاح ما بفهمش كوره حاجه اقول له لا طبيعي اي حد ماشي في الشارع هتقول له تعالى درب الزمالك يقول لك اوهامك يلا يا باشا ندرب الزمالك بس. فقال له بتمضي العقود كابتن عبد الرؤوف؟ قال له اوامر. توكل عبد الرؤوف قال له اللي تشوفه يا فندم. ايه يا عبد الرؤوف؟ قول له يا زميلي ازيك بيخر يا عبد الرؤوف؟ مش مشكله يا زميلي. المهم فيجي عبد الرؤوف يمسك اداره نادي الزمالك، مدير فني الزمالك يقدم كويس، لكن النهارده بعد اداؤه كويس مستوى متذبذب، المستوى راح في 60 داهيه، المستوى راح في 600 داهيه اقسم بالله. فالزمالك بلا مدرب بلا اداره بلا اي حاجه. فعبد الرؤوف بعد اداؤه خزعبلي يسكت بقى ما يتكلمش. لا الزمالك اداريا وصل لمرحله اقسم بالله مركز الشباب بتاعنا احسن منه اداريا.
مركز الشباب احسن اداري بيتكلم دلوقتي على مشكله بنتايك، بيتكلم على مشكله احمد حمدي، بيتكلم في كل حاجه. ده المدير الفني الاجنبي ما بيتكلمش غير كل فين وفين. شيلوا المايكات من قدام المدربين المصريين. فيطلع ويلبسنا في مشاكل، وازاي يطلع يرد على قصه بنتايك وفسخ وما فسخش. بص يا سيدي، هو سؤال بس عشان ما اطولش عليك، انا عارف ان انا زهقتك. سؤال واحد بس، انا عندي منتج، المنتج ده عليه الطلب، عندي لعيب زي محمود بنتايك عليه الطلب، ما ليه فلوس عندي، وانا مجلس اداره مليونيرات. انا ما هو اللي زعلني وحاجه دمي ان مجلس اداره مليونيرات، وحماه عضو مجلس اداره، حماه عضو مجلس. اللهم صبرني. ماشي حلو، ما بدفعش الفلوس ليه؟ من جيبي الشخصي وابيعه. ما ادفعش انا الفلوس من جيبي الشخصي انا ليه وابيعه للنادي هو هيموت عليه زي البيراميدز. انا بقول لك بيراميدز هيموت على بنتايك. الاهلي كان عاوزه بس ده ما عرفش يجيب لما زي دفع المساحات المره اللي فاتت، فبيخلص في بالعمري. ماشي، النهارده بقى هتلاقي العين موجهه عليه تاني. سيبك من كده، انا ما بدفعش في فلوس ليه وادخله في صفقات تبادليه مع بيراميدز. ما بدفعلوش فلوس ليه وابيع ان شاء الله يروح الاهلي. سؤال يستحق الدراسه، وانا هيجي لي استغفر الله العظيم، مش عارف اقول لك ايه، والله انا خايف على نفسي تكون دي ساعه استجابه. فانا على مين؟ على مجلس ده. ربنا يكون كلكم يا شيخ. هتقول لي على الحل يا انزل ان هم يستقالوا. ما الحل مش الاستقاله، ما هوش حد هيجي ينقذ النادي تاني، ما هم دول كانوا بيقولوا انا وهتيجي انت انا. ادي رد الفعل في قال له كان بيقول حلاق شعر اسمر، والله بقى له هينزل قدامك دلوقتي. احنا اهو في النهايه الزمالك في اسوأ فتره اداريه عدت عليه طول تاريخ النادي. مش كنت بقول لك مرتضى منصور؟ لا، ده النهارده فتره اداريه اوسخ، بس مهما اكون مش هكون في العته اللي كنا عايشين في امه زمان. فمش هقول لك ولا يوم من الايام كان مرتضى منصور. عمري اقول كده. في النهايه الزمالك بيصعد من دور لدور ال 16 بصعوبه قدام بلديه المحل. انا زهقت، وخليكم ماشيين مع الناس بتعمل هقص، ويمشي مجلس اداره التعبان وطبلوا الهقص. في النهايه انا اسف لو كنت قلت عليك. عجبك كلامي واول مره تشوفني تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك دي. ما عجبكش قول لي في الكومنتات واقف في دماغي واحترم. والسلام.